من أشهر أكلات عيد الأضحى وهو الرقاق الناشف، هتحضريه بسهولة بدون تعب. هتعمليه في غمضة عين بدون ما حد هيساعدك، وهيطلع معاكي مقرمش ومش معضم، وأحلى من اللي بنشتريه من بره. كفاية إنك عاملاه بإيدك وضامنة نظافته. كمان سعره غالي دلوقتي، يعني بشوية دقيق وشوية مية هيطلع معاكي طعمه وشكله تحفة. بس أهم حاجة متنسينيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وياريت نشير الفيديو لأصحابنا وحبايبنا عشان يستفيدوا بالوصفة. ويلا نبدأ الفيديو على طول. هنجهز كده كيلو دقيق اي نوع انت بتحبيه او جايباه من عند العطار، مش هندقق في نوع الدقيق النهارده خالص. بس كده، وهنجهز كده عجان او طبق. هنحط فيه كوباية مية من الحنفية عادية، ومعلقة سكر كبيرة، ومعلقة صغيرة ملح، وهنقلبهم كويس. السكر هيخليني الرقاقة طالعة لونها ذهبي، وكمان مش هيخلي العجين يتقطع معايا. وهنزل كده بكيلو الدقيق. اي نوع دي انت بتحبيه استخدميه، حتى لو اللي بنجيبه من عند العطار اللي هو الفلت ده. بس كده ابدا اعجن بقى كويس جدا، وهلم العجين كده. بالنسبه للميه هنزل بيها تدريجيا، ان كل دقيق بيختلف على حسب السوائل اللي بياخدها. بس هنزل بالكوبايه التانية، كوبايه ميه عاديه من الحنفيه عادي، ولا دافيه ولا اي حاجه. الرقاق بيحتاج عجن كويس جدا، يعني على قد ما اقدر كده ابدا اعجن. بس كده الكوباية التالتة هنزل بيها تدريجيا، يعني انا حطيت حوالي ربعها بس كده، مفيش اكتر من كده. يعني لغاية دلوقتي على كيلو الدقيق استخدمت كوبايتين وربع بالظبط. بس نزلت كده العجين على الرخام عشان اعرف يعني اعجن براحتي. انا عايزة العجينة تكون طرية ولونها فاتح معايا، وده هيجي من ان انا اعجن كويس. يعني أنا مثلا تعبت ولا حاجة اريح ايدي شوية وبعد كده ارجع اعجن. بجد العجينة لما تكون مخدومة كويس بتفرق خالص في الفرد. بس كده هبدأ بس ابل ايدي كل فترة كده، مش هحط مية. لا، انا ابدأ ابل ايدي وابدأ ايه اعجن كده، بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها. يعني لما تكون العجينة مخدومة كويس بتفرق خالص في شكل العجينة ولونها. بجد كل ما بنعجنها كويس بتفتح معايا. والنهارده هنعمله في الفرن البوتاجاز العادي، يعني مش فرن خبيز ولا اي حاجه. بس انا ما بحبش يعني يعني اسويه على البوتاجاز بصراحه. في صينيه على البوتاجاز بيبقى لونه مختلف خالص عن الفرن. الفرن بيخلي لونه ذهبي وجميل قوي. بس كده قلت لكم في الوقت ده ان انا استخدمت بس ربع الكوبايه التالتة، ما فيش غير اكتر من كده. شايفين العجينه بالطريقه ازاي؟ يعني كانت معايا اللبانه بالظبط. بس هريحها قيمه 5 دقايق مش اكتر من كده. بس ريحتها 5 دقايق كده، كانت العجينة طرية جدا معايا. بس هعملها رول كده، واقطعها على حسب الرقاق اللي انت تحبيها، تحبي كبير وسط صغير، على حسب الصينية بتاعت الرقاق اللي انت تعمليها، يعني حجم الصينية اللي عندك. يعني انا قطعتها كبير شوية عشان خاطر الصواني اللي عندي كبيرة. يعني انا ما اجي اعمل صينية رقاق باللحمة بإذن الله هعملها مقاس 30. فالتقطيع ده على حسب اختيارك انت.
بجد العيد ما يحلاش غير بصينية الرقاق باللحمة اللي بنعملها كل سنة. ربنا كده ما يقطع لكم عادة يا رب كده ويجي عيد الأضحى بالخير والبركة يا رب على كل الأمة الإسلامية والعربية. بس هبدأ أرولها كده، أعملها كور صغيرة، وهجيب طبق كده وأحطه أبطنه بالدقيق، وهبدأ أحط فيه الرقاق. بس أهم حاجة إن أنا أغطيه كويس كده عشان ما يقشفش معايا. كيلو الدقيق عمل كل الكمية دي. بس سبتها 5 دقايق ترتاح العجينة معايا، وبدأت بقى اخد الكورة اللي انا عاملاها الصغيرة دي، واحطها من تحتها دقيق وفوقها دقيق، وابدأ اعمل بالنشابة. لو ما عنديش نشابة، لو بعصاية مثلا، عصاية مكنسة كده تكون نظيفة، او ماسورة مثلا صغيرة من اللي بتبقى في الدواليب وكده، ممكن استخدمها، مش لازم نشابة خالص. وابدأ افرد الدقيق ده، بيخليني ان انا افرد كويس جدا، وما تكون العجينة مرتاحة معايا بتتفرد بسهولة خالص. في الوقت ده انا سخنت الفرن، وحطيت عليه كده في النص صاج كده مقلوبة عشان خاطر تسخن معايا. بصوا، انا جربت كتير موضوع ان انا احطه على البوتاجاز وعلى عين البوتاجاز، بصراحة ما بيعجبنيش يعني، عن تجربة. يعني في كل قناة، في كل الفيديوهات اللي فاتت، انا بديكم بجد بكل مصداقية اللي بيحصل معايا، وبجيب لكم كل حاجة يعني المفيدة. فبجد انا ما بحبش تسوية الرقاق خالص على البوتاجاز. فاحنا هنحط كده سقف في النص، وهنشغل الفرن والشواية مع بعض. لو الاتنين مش شغالين مع بعض، هشغل الشواية بس، وبعد كده اقلبها على الوش التاني. شايفين اتفردت بالحجم ده زي ما انتوا شايفين. لازم تكون خفيفة الرقاية، تكون خفيفة خالص، يعني ابدأ افرد كويس جدا. بس انفضها بقى من الدقيق معايا زي ما بالطريقة اللي انا بعمل بيها كده، وما تخافيش مش هتتقطع منك بسبب معلقة السكر اللي احنا حاطينها. لازم تكون الرقاية خفيفة. بس ابدا ارولها كده بالماسوره اللي قلت لكم عليها، او عصايه او اي حاجه. ليه ما عملتهاش بالنشابه؟ عشان النشابه تخينه، مش هرتاح فيها خالص. بس كده. وابدا بقى احط على الصينيه اللي قلت لكم عليها، اللي انا قلباها، واتفردت معايا بكل سهوله. شايفين ما كملتش 10 دقايق ولا 5 دقايق، وبقيت ازاي لونها ذهبي وجميل قوي. ابدا بقى اعمل دي كانت اخر واحده. يعني انا كنت اول ما افرد اروح احطها على طول في الفرن، اول ما افرد احطها على طول في الفرن. يعني وكنت شاء لا، كنت بسيبها برضو بقى في الفرن، لان انا عارفه ما كنت مش بسيبها كتير يعني. قبلت بس افرد العجينه، تكون خلاص احمرت وبقت كويسه معايا. يعني محدش ساعدني ولا اي حاجه. دي كانت اخر واحده. بجد كان الموضوع سهل جدا، يعني ما خدتش اكتر من نص ساعه في كل ده. وبجد الخبيز في البيت بيعمل ريحه الخير كده، ويحسسنا بالعيد وكده. ولو في حاجة اتقطعت معاك ولا حاجة، برضو عادي مفيش مشكلة، اضغطيهم على بعض هيمسكوا طالما في دقيق. شايفين بتتفرد معايا بكل سهولة ازاي؟ بس واقلبها على الوش التاني وخلاص، مفيش اكتر من كده.
كلنا عندنا الفرن بتاع البوتاجاز ده يعني متوفر في كل بيت، وكل ما كنت بطلع واحدة بفردها على قماشة كده تبرد معايا، وعادي كنت بحطه على بعض عشان كان الكيلو طلع كمية كبيرة، بس اهم حاجة يتفرد كده. طالع لونه ذهبي وحلو قوي ومقرمش قوي مش معضم، وطالع جميل قوي، يعني كان اولادي يعني بياكلوه وهو كان طالع من الفرن كده. بس زي ما انتوا شايفين كده طالع حلو ازاي معايا، مش متكسر ولا حاجة ومقرمش، يعني مش مستحمل خالص. بجد جربوه هتتبسطوا منه جدا. اهم حاجة متنسوش في اللايك والاشتراك في القناة يا جماعة، وعايزة اسمع كده تعليق حلو من تعليقاتكم في الكومنتات. سلام عليكم.